بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا 300 اهلا 300 سهلا. اتفضلوا فوز النادي الأهلي النهاردة على فاركو في كأس العاصمة 4-1 في مباراة تألق حسين الشحات وجراديشار ومحمد عبد الله. بصراحة أداء عالي جدا ورايق من حسين الشحات، وأداء روعة برضو من جراديشار النهاردة اللي بيعيد اكتشاف نفسه تاني، وأداء ممتاز من محمد عبد الله. 2 اسيست ممتاز من محمد عبد الله. مباراة النهاردة تألق فيها الثلاثي دوت، وباقي الفريق كانوا سميعة خير على حطة ايدك. مش هقول اكتر من كده يعني، تمام؟ يعني كانوا باقي الناس عمالة تحنكش. الدفاع تمركز كارثي من دفاع النادي الاهلي. هدف فاركو ملعوب اوت، الراجل لعبها اوت. الكرة التانية مش لينا، خدوها فاركو لعبها بالهيد تاني جوه منطقة الجزاء، يعني مرتين. المرة الأولانية مش لينا الكرة التانية، والمرة التانية برضو مش لينا الكرة التانية، تمام؟ نزلت بعد كده قدام أحمد رمضان بيكهام اللي معرفش بيعمل إيه. أحمد رمضان بيكهام مركز في حاجات تانية بس مش مركز في الكورة. يعني هو مش مركز في الكورة إطلاقا، ومركز في حاجات تانية. أحمد رمضان بيكهام مش معانا، مش يعني ماتش الكورة هو مش موجود. كورة على حدود ال6 ياردة، على خط ال6 ياردة، ونازلة قدامك ومستني بتعزم على نفسك. مستني تعمل ايه؟ ما تشيل يا عم واحدة. الكورة نازلة قدامه، مستني لما لاعب فاركو يحطها جون. يعني مش عارف هو بيعمل ايه اصلا. ازاي مدافع في النادي الاهلي بيلعب بالطريقة دي؟ مش عارف بقى اللعيبة اللي بتعمل شعرها دي بتعمل ايه، ولا مركزة في ايه. ما علينا، تمام؟ طيب، في نقطة مهمة جدا بتخص صفقات النادي الأهلي. لو بصيت كده، عمرو الجزار رايحين يجيبوه من البنك الأهلي ب60 مليون جنيه، تمام؟ البنك الأهلي الزملكاوية، ماشي؟ اللي أنا يعني علامات استفهام على التعامل مع الناس دي بعد الحوارات اللي حصلت قبل كده. المفروض الأهلي ما يتعاملش معاهم. لو مين عندهم المفروض الأهلي ما يجيبوش، تمام؟ ولا يديهم لعيبة. ده اللي أنا شايفه يعني. البنك الأهلي الزملكاوية طالبين من الاهلي 60 مليون، والاهلي وافق على 60 مليون للاسف على عمرو الجزار، مع احترامي وتقدير لعمرو الجزار، شخص محترم، تمام؟ بس انا ما بكلمكش على عمرو الجزار كشخص، انا بكلمك على فكره ان انت تدفع في لاعب مدافع 60 مليون وانت لسه ما دفعتش، ما رضيتش تدفع في حامد حمدان 50 مليون، تمام؟ ايا كان بقى، انت ما رضيتش تدفع ولا ما اعرفش يستر ولا القصه اللي حاصله دي، بس الكلام كان على 50 مليون. الاهلي ما رضيش يدفع فيه 50 مليون لبتروجيت، تمام؟ وحامد حمدان ما جاش النادي الاهلي، وعمرو الجزار البنك الاهلي طالب فيه 60 مليون. وعمرو الجزار هو كان غزل المحله طالب فيه 25 مليون، برضه ما اتدفعوش وما جاش ب 25 مليون. علامات استفهام كتيره جدا على اداء السكاوتنج والتخطيط في النادي الاهلي والتعاقدات. حاجه يعني غريبه جدا في النادي الاهلي. نظام عفى عليه الزمن، يعني نظام بقى قديم جدا. طب انا يعني معلش، لما عمرو الجزار يدفع فيه 60 مليون، محمد عبد المنعم يدفع فيه كام؟ 200 مثلا؟ 300 مليون؟ ما انت قيس بقى. معلش، محمد عبد المنعم الكواليتي بتاع محمد عبد المنعم ده، لو انت هتجيبه تاني الاهلي مثلا، عايز تجيبه من النادي الاهلي تاني، هتدفع فيه كام؟ هتدفع فيه اقل حاجه 200 300، 200 300 مليون. لما تدفع في عمرو الجزار 60، اللي لعيبه الدفاع في مصر كلهم بالكامل شبه بعض، مفيش حد فارق فيهم غير واحد زي محمد عبد المنعم. انا بكلمك على لعيبه الدفاع المصريين يعني، كله زي بعضه. لما تدفع في واحد زي ده 60 مليون، يبقى محمد عبد المنعم يدفع فيه 200 300 مليون مرتاح. علامات استفهام طبعا كتير على فكرة التعاقدات في النادي الأهلي والحاجات اللي حاصلة دي. ما علينا يعني، طريقة بقت قديمة عفى عليها الزمن، خلاص ما عادتش. الناس اللي شغالة في التخطيط والسكاوتنج في النادي الأهلي والتعاقدات محتاجين فرمطة كلهم يعني. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي والمنتخب النهاردة في مباراته المهمة أمام كوت ديفوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.